مختار حسين تمنى هتلر تجنيسه، وزوجته فنانة معتزلة، وأنشأ نادي خاص به، وابنته صحفية في الأهرام. أحد نجوم رواد رفع الأثقال في مصر والعالم. مختار حسين فنان لم تخطفه الأضواء عن الرياضة، فهو رياضي متميز قبل أن يصبح فنان. له بصمة، أحب الرياضة فأخلص ليها وأعطاها الكثير من الوقت، وأعطته شهرة كبيرة حقق من خلالها نجاحات متميزة، وكانت البوابة الرئيسية لدخول الفن. لم يستمر طويلا في عالم الفن رغم ما قدمه من نجاحات متميزة، بل أنه وقف أمام نجوم وأثبت موهبة متمكنة، ولكنه لم يستطع أن يستمر طويلا بعيدا عن الرياضة وعالمها لعدة أسباب. مختار حسين لقب بإمام الحديد. ولد مختار الحسين في يناير 1905 بمحافظة دمياط. بدأ رحلته الرياضية بعالم رفع الأثقال، حيث جاء إلى القاهرة وانضم إلى أحد النوادي، وظل بضعة أعوام يتدرب به حتى انتقل إلى النادي الأهلي، وحصل على بطولة القطر المصري في رفع الأثقال، بطل وزن متوسط عام 1928. ومن ثم شارك في دورة الألعاب الأولمبية بنفس العام في أمستردام سنة 1928، وحقق المركز السابع. شارك مختار حسين في بطولة أوروبا لوكسمبورغ، وكان أول مصري يحرز الميدالية الذهبية، كما فاز بالمركز الخامس في أولمبياد برلين سنة 1936 متفوقا على الألمان هو وزميله خضر التوني. لذلك تمنى هتلر والألمان تجنيسه وبعد الأولمبياد، لأنهم تفوقوا على أبطال العالم من بينهم الألمان. وبعدها اختطفته السينما المصرية ليكون أول أفلامه معجزة الحب، الذي تعرف من خلاله على شريكة حياته الراقصة الثعبانية نبوية مصطفى، التي اعتزلت الفن وتفرغت لأسرتها بعد أن أنجب منها بنت هي الصحفية بهيرة مختار، وولد هو حسين مختار، لم تنجب سويهما. ثم شارك في عدة أفلام سينمائية، ليصل عدد الأفلام التي شارك فيها 24 فيلم، أشهرها بابا عريس، العيش والملح، لهاليبو مع نعيم عاكف وشكري سرحان. لم تستطع السينما ورغم زيوغ صيته أن تنسيه معشوقته الأولى الرياضة، فأنشأ نادي مختار لرفع الأثقال، الذي استطاع من خلاله أن يقدم لمصر العديد من الأبطال الرياضيين مثل أنور مصباح البطل الأولمبي ومحمود فياض وغيرهم. كما كان يتدرب بنادي مختار كثير من الفنانين لإتقان أدوارهم السينمائية، ومنهم رشدي أباظة وأحمد رمزي. كما درب مختار فيما بعد منتخبات مصر والسويد ولبنان لرفع الأثقال. وتوفى مختار حسين في مايو 1966 عن عمر 61 عام. لم يسلم مختار حسين من الاشاعات. كانت عليه اشاعه انه متجوز ام كلثوم، وده لانه شالها بايد واحده او بذراع واحد وجري بيها، لكنه الجوازه الحقيقيه الاولى والاخيره في حياته كانت من الراقصه الثعبانيه، ويقولون انه أجبرها على الاعتزال الفن واعتزال الرقص هي نبوية مصطفى. من أفلامه معجزة الحب، المنتصر، لهاليبو، بابا عريس، ليالي الأنس، العيش والملح، فتوات الحسنية، شجرة الدر، المليونير، سلطانة الصحراء، قلبي دليلي، العزيمة، انتقام الحبيب، بداية ونهاية، بحر الغرام، معروف البدوي. ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة والمغفرة.